انه ما يزيدش في المغرب التطواني، بالعكس بقات 24 ساعه تقريبا الى نصف الليل، وفي الصباح جلست معاه بوحدي خليته يرتاح باش يقرر، وقرر انه ما يستمرش في المغرب التطواني. اذا هذا هو اللي وقع، ما كاينش انفصال وما كاينش اقاله وما كاينش استقاله. مين ما بغاش يستمر خديت انا الفريق وتحملت المسؤوليه ديالي فقط، ما كاينش شي حاجه اخرى نهائيا. وهو كيتحمل المسؤوليه ديالو، ما بغاش يزيد، وهذا هو اللي وقع. اما عزيز العامري انا قلته او لا، هو جا وقدم الاستقاله ديالو، لحد الان باقا ما كايناش، لانه انا جيت قررت انه عزيز العامري يستمر في الفرقه، وجيت جلست معاه على اساس يستمر في الفرقه، وبقيت معاه وحاولت معاه بجميع الطرق، وقلت له الله يخليك نرجعوا للسيستم ديالنا وتلعب، والسيستم ديالك عطيتي به جوج البطولات وعملتي الشيء الكثير، وهذا قال لك هو ابدا، هو عنده ضغوطات شخصيه ديالو، عنده ظروف، وعنده الله يكون في عونه، انا كنقدره، ولكن ما يمكنش انا نسمح في الفريق، لابد خصني ناخذ زمام الامور. من هو قرر انه ما يزيدش وما يمشيش، انا تحملت المسؤوليه وخديت الفريق، وعطيت المساعد ديالو انه دابا يمشي يشتغل، عطيت له حتى دابا حتى في 3 النهار ما جاش هذا التدريب، يعني خدا قرار جدي صافي. اذا عطينا المساعد يتكلف ومشى هو الحكم. نعم سي عبد الملك، دابا في بزاف ديال الوسائل الاعلام ظهرت اسماء، يعني باش ما ندير اشاره حتى واحد، لان كاين اسماء مغربيه. شوف نعم. انا فهمتك وكقدركم، والاعلاميين هذا المثل ديالكم وكتخدموا فيه، والله يوفق كل واحد، انا ما كنلوم حتى شي حد، وحنا اسماء حنا كنقلبوا بالفعل، عندنا عده اسماء، ولكن اللي توردوا علينا من الصباح لدابا هادشي ما كانش يقبل او لا في علمنا او لا ابدا، ولكن من البارح لليوم بالليل ودابا كاين عده اسماء، ولكن حنا نحتاج واحد، لانه حنا كنختاروا الراجل المناسب في المكان المناسب اللي يمكن يسير معنا المشروع اللي بنيناه مع عزيز العامري. واش غادي نلقاو الشخص اللي يمكن يمشي معنا في المشروع اللي بديناه مع عزيز العامري؟ نعم هذا هو، واش غنلقاو الراجل المناسب في المكان المناسب. اللي فهمت من كلامك دابا البحث على المدرب اللي غيكون عنده نفس الطريقه اللي كتشبه العزيز العامري، اللي هي الطريقه اللي متعوده الجمهور ديال تطوان. الجمهور والفريق واللي غتهز الفريق وتوصلوا النتائج ديالو. نعم حنا دابا ما ننساش عندنا واحد الهويه ديالنا، كما قلت السي محمد امين، عندنا هويه ديالنا، وزايد ناقص خصنا مدرب اللي يقدر يمشي معنا في البروجي ديالنا. حنا البروجي كنعتمدوا على التكوين. نعم حنا كنعتمدوا على التكوين وكنعتمدوا على المدرسه ديالنا، وبغينا نخرجوا ولاد المدرسه. اذا كاين هنا واحد الفرق، ماشي مدرب يجي يقول لك اختار 4 ولا 5 لعابه في البطوله يقول لك جيبوا منين نلعب بهم. انا هذا المدرب ما قابلوش من دابا. نعم دونك هذه مساله الاسماء اللي كتروج دابا، واش عندكم شي اتصال متقدم بشي واحد من الاسماء اللي كتروج حاليا؟ لا ما كاينش شي اتصال متقدم لحد الان، باقي ما كاين حتى حاجه. ان شاء الله يا ربي تجوز المباراه الحسيمه ويتقضى كاس العالم، وخلي الاسماء تجي توافد علينا ونشوفوها، ومن بعد ان شاء الله ندرسوا بالتأني وبالرزانه ونشروا مع عزيز العامري ويسلم الفريق لحد اخر اللي غادي يجي، لان عزيز العامري ما عطاش شويه لتطوان او لا حنا عطيناه شويه، راه هو الحمد لله خدمنا معاه وظهر تطوان ودا معاه جوج البطولات، وهو عاوتاني عمل بخير وعمل لاباس وهذا، ومع تطوان الحمد لله حنا نجحنا مع بعضياتنا. اذا الانسان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. اذا احنا عزيز العامري كيبقى بالنسبه لنا هرم كروي وغاز وعطاش الكثير، ولكن اليوم عجز يستمر، هذه سنه الحياه. الانسان كيكون عنده زوجه و5 دراري وكتجي واحد النهار وكيوقع هذا وكيوقع الانفصال، هذا شيء عادي جدا، ولكن غير انا كنأكدكم وسد نقول له سي عزيز العامري راه الانفصال من عنده ماشي من عندنا، يعني هو اللي يبغى يمشي. اما احنا ما واخدناش رغم انه بدل السيستم ورغم انه ما انتظرش منه ورغم الطريقه ديالو وكذا، ما دخلناش معاه في التقنيات ولا في شي امور اللي كتسيء ليلو تماما، لان كنحترموه وكنقدروه، ولكن الله يكون في عونه وقدرته واحترمته انه عنده ظروف اللي هي ديالو وصافيه كنتحفظ عليها نهائيا، لان هذه كانت بيني وبينه وفضينا انا وياه، وانا وياه الصبح والله العظيم انا بكيت فينا انا وياه. وهذه هي الدنيا صافي، ما عندي حتى مشكل مع عزيز العامري ولا زعما النتائج ولا ما النتائج وصلنا للعالميه ودخلنا ولعبنا بطريقه او باخرى، هذيك مسائل كتبقى تقنيه ويبقى وبغى يربح وبغى يعمل واحد الساعه افشل في ديك الخطه،
حاجه باينه. نعم. وما قدرش يمشي بعيد. هذه مساله تقنيه، كل واحد كيشوف الظروف ديالو. انا غدا نعمل لافير ونفشل فيها عادي في الحياه، ولكن الحياه ستستمر وما يمكنش الحياه تحبس هنايا. اذا انا ما واخدت عليه فدخلت معه وها هو سولوه، ما قلت له لا بدلتي لاعب ولا درتي لاعب ولا درتي تشكيله ولا ما درتي. ملي كنا كنذكروا انا قلت له زعما السيستيم كنت كتلعب بها 4 سنين وعطاك 2 بطولات، ما كانش عليك تبدل في 2 بطولات وحتى جا في تظاهره عالميه عاد انت قلبتي. قال لي والله حتى عندي اللعابه ديالها وعندي 3 المدافعين في المستوى. في غير الهضره ديالو قلت له الله يوفقك اخويا، اسمح لي الله يرحم والديك. اذا السي عبد الملك ابرون واضح التدخل ديالك، شكرا ونتمنوا التوفيق فريق المغرب التطواني. شكرا سي عبد الملك. نتمنى لكم التوفيق وكنشكركم بزاف على المسانده ديالكم وجميع الاعلاميين والمنابر الاعلاميه، وشكرا شكرا جزيلا مره اخرى. الله يعاونكم. شكرا سي عبد الملك ابرون. كانت قصه جميله كانت عاشها لا عايز العمري ولا المغرب التطواني، اللي هي ديال 4 سنوات وكانوا يدخلوا في العام الخامس. وفي هاد 20 سنه الاخرى عايز العمري هو المدرب الوحيد اللي في بطوله بروا في البريمير ديفيزيون اللي عاش هذه المده. يعني في الدوزيام ديفيزيون كاين مدربين